السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الروتين كله هنبقى مع بعض من الفطار، وهنعمله الغدا سوا برضو، وهنروق المطبخ وهنمسحوه وهنظبطوه كده يعني. هنا انا بحضر الفطار ليا ولمروان، هعمل كوباية نسكافيه ليا وهعمل كوباية شاي بلبن لمروان. هنعمل كل واحد كده سندوتش ونشوف اللي ورانا ايه. حطيت اللبن يغلي بس كده على النار، وهطلع الجبنة والعيش ونفطر. النهارده هنعمل مع بعض كبدة اسكندراني. هنا كنت فطرت واغسل المواعين واروق المطبخ واشيل السجادة انفضها برضو. يا ريت يا حبايبي متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. هنا كنت بنزل بظبط المصفى عشان الحاجات دي اللي هحطها، الحلل دي هحطها عليها تتصفى والعلب يعني وكده. هنا كنت خلصت خلاص الحوض الحمد لله. واروح برضو امسح الرخامة بتاعة المطبخ واعقمها بالخل، ونبتدي في تنظيف المطبخ. هنا انا بحط القماشة دي تحت الحوض، منها تحت الحوض وتحت البوتاجاز، عشان مفيش حاجة، لو حاجة وقعت يعني مني كده تفضل السجادة نظيفة. هنا هاخدها احطها تتهوى شوية ونسيق المطبخ مع بعض. هدعكوا جامد يعني كده. هنا انا كنت كبيت فيه مية كذا مرة يعني، بس ما حبيتش اطول الفيديو عليكم. انا قلت عقبال ما المطبخ ينشف شوية اعمل كوباية قهوة واطلع اشربها برا. وكنت روقت الصالة وروقت الاوض، وكنت غاسلة برضو ونشرت الغسيل. قلت عقبال ما المطبخ ينشف يعني وكده، واجي اعمل الغدا. هنا كده خلاص عملت القهوة، اتفضلوا معايا. هنا هشربها وهطلع برضو اخلص الحاجة كلها اللي ورايا. بعد كده اخش ادخل المطبخ تاني يعني اشوف ورايا ايه فيه. هنا بقى كان عندي الكبدة دي انا كنت غسلاها ونقعاها، وبحط عليها شوية لبن عشان الزفارة. انا بغسل الكبدة، يعني في ناس ما بتغسلهاش بس انا بغسلها، وسبتها تتنقع شوية وصفيتها خالص. وهنا حطيت عليها معلقة معلقة صغيرة فلفل اسمر وكزبرة وملح وكمون، ومعلقة صغيرة دبس رمان وصويا صوص. وهنا هعمل عصر عليها ليمونة، وهحط عليها فلفل احمر وفلفل اخضر وبتاع ده وثوم. كل ده مفروم ومقطع بس القرن فلفل اخضر. وهغطيها واحطها في التلاجة شوية. انا هقطع لها فلفل تاني، هقطع لها قرنين فلفل اخضر حامين واحد احمر، بس مش هحطها عليها دلوقتي، هحطها في اخر وهي بتتسوى. هنا هعمل جنبها بطاطس، هقطعها برضو واحطها في مية بشوية ملح وشوية خل.
انا هقطعها برضو الصوابع واغسلها واحطها في الملح والخل. جربوها بالطريقة دي، كان طعمها جميل جدا بصراحة. انا هحط شوية ملح ونقطة خل كده واسيبهم على جنب برضو. هنا كنت قطعت قرنين فلفل اخضر حامين وفلفل احمر، دول هحطهم يعني هيبقى خلاص، يعني فاضل لها دقيقتين واشيلها من على النار. هنا جبت صينية وكنت حاطه البطاطس تتقلي على في الحله دي. هنا هحط معلقه شويه زيت يعني واشوفها بس تسخن خالص، خليها تسخن وانزل عليها بالكبده. هفرد الكبده، انا مش هقلبها على طول، انا مش هقلبها غير لما يكون اللي تحت اخدت لون، ومش كل شويه هقلبها عشان ما تنزلش ميه، تنزلش ميتها. انا كده هفردها واسيبها شويه تاخد بس لون من تحت. هنا هي كانت اخدت اهي لون من تحت، هقلبها تقليبه بسيطه. ما فيهاش ميه اهي خالص. ما هي البطاطس على النار. هنا خلاص كان فاضل لها دقيقتين وهشيلها، هحط عليها نقطة خل، معلقة خل صغيرة، وهنزل عليها بالفلفل وتقلبتين وهطفي عليها خلاص. كان طعمها جميل والله، ألف هنا على الأكل. اهي ما فيهاش نقطة مية خالص، ناشفة خالص. خلاص وألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقليت البطاطس وطلعتها على المناديل، وبألف هنا وشفا. مع السلامة. سلام.